أنا جربت أستغنى عن موبايلي لمدة شهر وده اللي حصل. شفت ناس كتير على السوشيال ميديا قرروا يستغنوا عن موبايلاتهم ويستخدموا موبايل زي ده وقالوا إن هو زود من إنتاجيتهم أكتر، فقررت أجرب الموضوع ده وأقول لكم إيه اللي حصل وهل هو فعلا بيفرق ولا لأ. اشتريت موبايل زراير علشان أبدأ أنقل كل حاجتي عليه وأبدأ أستخدمه خلال فترة التجربة. أول أسبوع كنت حاسس إن في حاجة غريبة ووضع صعب عليا إن طول الوقت موبايلي مش معايا، ولكن قاومت وكملت. في تاني أسبوع بدأت ألاحظ إن بقى عندي صفاء ذهني أكتر والتشتت قل شوية، ولكن كان دايما في حاجات بتكون صعبة إن أخلصها بالموبايل الصغير ده زي الخرائط والمعاملات المالية. تالت أسبوع بقى كنت بدأت أتعود وأتأقلم إن أمشي أموري من غير الموبايل، وبدأت أحس بقد إيه إحنا كنا مضيعين وقت كبير جدا على موبايلاتنا. وأخيرا وصلت لآخر أسبوع في التجربة دي حاسس إني مفتقد موبايلي جدا، بس لاحظت إن معدل تحصيلي في المذاكرة بقى أحسن وبقيت بقدر أركز وقت أكتر ومش بضيع بداية ونهاية اليوم على الموبايل. التجربة انتهت وحقيقي استفدت جدا منها. رجعت أستخدم موبايلي تاني ولكن بمعدل أقل بكتير وعرفت قيمة وقتي. أنصحك تستخدم موبايل من ده لو أنت بتحتاج تركز على شغلك أو مذاكرتك أكتر، وممكن تستخدم الاتنين مع بعض وتخلي الموبايل ده هو جهازك الرئيسي علشان توفر وقت أكتر وتقلل التشتت على ده. ما تنساش تسيب لي كومنت تقول لي فيه تحب أجرب إيه تاني.